وهلا هوبا، هلا هوبا، هلا هوبا، هلا هوبا، زمالك، هلا هوبا، هلا هوبا، ابيض في ابيض، هلا هوبا، هلا هوبا، ابيض في ابيض، هلا هوبا، هلا هوبا، معتمد جمال، هلا هوبا، هلا هوبا، معتمد جمال، هلا هوبا، هلا هوبا، متعقبة هو المكان، هلا هوبا، هلا هوبا، متعقبة هو المكان، هلا هوبا، هلا هوبا، كتيبة أبطال، هلا هوبا، هلا هوبا، كتيبة أبطال، هلا هوبا، هلا هوبا، متعقبة هو المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، مبروك لكل الزملكاوية، مبروك فعلا من القلب. مبروك كابتن معتمد جمال، مبروك لكتيبة الرجال اللي معاك، جماهير الزمالك الأوفياء، لكم كل التحية، لكم كل التحية. جمهور الزمالك أعظم جمهور بالكون، عشان نكون حقيقة بنقول الحقيقة، مع جمهور بروسيا دورتموند يعني. آه إدارة الزمالك لا كثر الله خيركم، لا كثر الله خيركم. بداية على السريع حبيبي، بيقول لك إدارة الزمالك بعتوا ناصر ماهر وبعتوا دونجا، قلت ماشي الهي، احنا مش طالبين منكم اي حاجه، لا بنقول لكم فكوا قيد دلوقتي ولا شوفوا الدنيا، سيبوا الرجاله اللي بالملعب. الكتيبه دي كتيبه الرجاله اللي بالملعب، كتيبه متعوبه صح مع الكابتن معتمد جمال، ومش عاوزين منكم حاجه. وحاجه تانية، اي زملكاوي يطلع يفتح بقه يقول لك ايه، اصل الزمالك محتاج مدرب اجنبي، مع احترامي لاي حد، انا سمعتها امبارح دي، كان مطالب يقول لك الزمالك محتاج مدرب اجنبي. هو الاجنبي بيعمل ايه؟ بدي افهم الاجنبي يعني بيعمل ايه الاجنبي، بدي افهم الاجنبي بيعمل ايه، ايه حكايتنا احنا مع الاجانب يعني، عشان افهم بس نقطه، النقطه دي مش واضحه ليا، عشان الاناره بس حبايبي، انا كنت ناسي افتح الاناره. طيب تمام، محدش يفتح بقه يقول لك اجنبي مش اجنبي. كتيبه معتمد جمال هنسميها كتيبه متعوبه، كتيبه معتمد جمال. حبايبي سريعا نخش بالماتش. طبعا في الدقيقه 2 ادم كايد، آه، فرصه بالكعب، اتلعبت العرضيه حطها بالكعب غير محظوظ فيها. ادم كايد تعليقا سريع، يعني ادم كايد نجم صاعد باذن الله، يعني صاعد يعني باذن الله، لمسات فنيه جدا، لكن محتاج واحد يسند معاه بنص الملعب، يكون من نوعيه طارق حامد يعني كده يعني. ومحمد اسماعيل يشكر طبعا لانه بتعدد المراكز. تمام، نيجي بالدقيقه 5 فرصه لناصر ماهر، ماهر منسي عفوا، انا مأتك فيه ناصر ماهر معلش سامحوني، ناصر منسي السفاح، ناصر منسي. نيجي لناصر منسي، اقول لك كلمتين حبيبي. انا اتكلمت في فيديو قبل كده، قلت ناصر منسي، قلت للكابتن معتمد جمال، قلت وجهت الرساله دي، قلت ناصر منسي ما ينفعش يلعب بديل. ناصر منسي عاوز يسد اي دفاعات، نزله من بدايه الشوط اما يكون جاهز، طبعا اما يكون فت، جهزه من بدايه المباراه واتفرج عليه يبدا. لكن بحس ان الولد ده بيتعب نفسيا لما ينزل بديل، يعني بحس ناصر منسي بيتعب نفسيا. نيجي هنا، نيجي بالدقيقه 3 في كده يعني، بالدقيقه 6 في حاجه كده ما عجبتنيش. الخضري نجم واعد ان شاء الله، كلهم نجوم وعود، محمد ابراهيم نجم واعد، كلها بامانه كتيبه. لكن الخضري في تعليق عندي بسيط، ما تبيعش نفسك بسهوله. في كوره كده خبط بتاع الاسماعيلي فيها كوبري، فدي ليه تعليق بسيط، فخلي بالك من الحاجات دي، لان يعني الحاجات دي بتاثر نفسيا بالملعب، يعني لعيب الكوره لما ياخد كوبري كده بتلاقيه بتاثر نفسيا. تمام،
آآ محمد إسماعيل إن شاء الله نجم، إن شاء الله بإذن الله. إحنا عندنا مجموعة مواهب بإذن الله. ربنا يحرسكم يا ولادي، ربنا يحرسكم ويحماكم، ربنا يحرسكم ويحماكم. محمد إسماعيل إن شاء الله مش نجم واحد بس ومدفعجي بإذن الله، وهيكون مدفعجي. في الدقيقة 65 شات واحدة عجبتني، بس عاوزة تركيز يعني إيه، على طريقة على طريقة قلب الأسد مدحت عبد الهادي كده. تمام. في عندنا هنا بال 28 بالدقيقة 28 علي إسماعيل حط واحدة راحت منه واحدة. يعني عندنا شوية أخطاء بالدفاع، كان في ضغط كويس عليه من محمد إسماعيل. في الدقيقة 30 تمام، أحمد حمدي نجم، نجم يعني. ناصر منسي تمريرة تمام في الدقيقة 31. يعني أحمد حمدي عجبني إنه فرج على الكورة سابها ادالها وراحها لمحمد شريف، لا أحمد شريف عفوا. أحمد شريف جاب جول جميل جدا 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 جدا. تمام. فطبعا أحمد شريف ظهر بصراحة، الولد اتغير طريقة لعبه كاملة بعد تسجيل الهدف، وطبعا دي حالة بتكون نفسية للعيبة داخل الملعب. نيجي في الدقيقة 31، شوف انت عد الدقايق، احسب الدقايق، مفيش فرق 36 37 38. ايه ده؟ مباراة هي كانت نار، كانت عبارة بصراحة عن سيمفونية مقسومة، مش هتلحق ايه ولا ايه ولا ايه ولا مخك هيسجل ايه ولا ايه. مليئة بالفرص، مليئة بالهاي. الكابتن معتمد بصراحة عرف يدير المباراة كما هو عاوز. تمام. نيجي نشوف بالدقيقة 31 في فرصة لعلي سليمان، فرصة خطيرة جدا، كانت فرصة خطيرة جدا. إيه طبعا لغاية الكل حبيبي يبص الوقت اللي أنا بكلمك فيه وراجع الماتش ورايا، كل اللي أنا بكلمك فيه ده لم يظهر. كان مش عدي الدباغ، اسمه عدي اللداغ، سجل عليه أول واحد طلع اللداغ، الفدائي الفلسطيني اللداغ. عدي اللداغ كان لسه لم يظهر في المستوى المطلوب في هذا الوقت، في هذا التوقيت، لغاية ما ناصر منسي لعب واحدة ارتدت من ايد الحارس حطها بكل هدوء. من هذه الدقيقة عدي اللداغ اختلف 800 درجة. عدي اللداغ مش الدباغ. طبعا في، يعني انا قلت في احمد حمدي بلقطة عجبني فيها كده، فاهم الكورة اللي سابها لمحمد شريف بعد ما مر ناصر منسي. إيه الدقيقة 42 يعني هي اللي حصلت فيها ايه اللي قلت لك، ظهر فيها عدي اللداغ الفدائي، الفدائي اللداغ نسميه عشان الاسم ما يكونش كبير علينا. في بالدقيقة 44 خطأ من سيد أسامة، ما عجبنيش يعني الخطأ ده. في نهاية الصافرة شوف الماتش من كتر ما كان جامد مع صافرة الحكم، كان السفاح ناصر منسي يطلق قذيفة كادت أن تسكن الشباك، لكن كان غير محظوظ فيها. ناصر منسي بذل جهد رهيب جدا جدا جدا. يعني إيه وفي برضه شوف دقيقة واحدة كهرباء الإسماعيلية، ماتش نار، ماتش نار. بيطلق الحكم صافرة الشوط الأول، كان الزمالك متقدم بهدفين قابل هدف. طبعا سجل النجوم بتوعنا أحمد شريف اللي أخذ رجل المباراة ويستحق. مع إني أنا كنت يعني لو أنا خيرت إني أعطيت ناصر ماهر، بس مش مشكلة، الاثنين واحد كلهم ولدنا. وعدي اللداغ ينطلق بداية الشوط الثاني. تخيل صديقي في الدقيقة 46 بداية الشوط، بداية الشوط الثاني، بداية الشوط الثاني أحمد حمدي لعب كعب يدرس.
يدرس يدرس ناصر منسي حطها كان غير محظوظ فيها، كمل مين؟ احمد شريف انقض عليها انقضاض. تمام. تيجي هون تحسب الشوط الثاني من بدايه الشوط الثاني، انا عاوز اقول لك ما فيش كوره مشتركه الا كان ناصر منسي مشارك فيها. ما فيش كوره التحام ثنائي لعدي اللداغ الا كان يكسبها. بصراحه الفريق اتحول اتحول بطريقه غريبه جدا، او ان الشباب اتحولوا بصراحه. ناصر منسي، يعني شو اقول لك، مش عارف اقول لك ايه بامانه، خلص الكلام عندي مهما حكيت فيك. انا عاوز ان شاء الله 11 كده، عاوز 28 كده لعيب من نادي الزمالك يكونوا بالروح القتاليه تحت ناصر منسي، لانه انا بحس ان ناصر منسي غير يعني نجم بنادي الزمالك، غير واخد حقه يعني، والله. إيه، شوف بقى هنا بالدقيقه 57 عرضيه خطيره، عرضيه خطيره. يعني ازاي؟ الحمد لله ربنا ستر من محمد فاروق مهاجم كهرباء الاسماعيلي. شوف الدقيقه 57، خلي بالك في اخطاء كانت عندنا بالوقت ده، اخطاء قاتله، خط الدفاع. 57 58 كان انفراد كامل مع محمد صبحي. محمد صبحي اتعامل بصراحه، اتعامل بكل يعني بكل بساله عن مرماه، بالانفراد، انفراد كامل، انفراد كامل. يعني لو ادى الهدف كان لا يسال عنه محمد صبحي. هون انا قلت بصراحه كان في عندي خطا مني انا يعني، لما عمل تبديل الكابتن معتمد جمال، حتى قلت تبديل غريب شويه، يوسف اسامه بدلا من احمد حمدي. لكن ابتدى يخش بالماتش بالجيم. يوسف اسامه لاعب واعد، عنده شخصيه، عنده شخصيه. طبعا يعود عمر السعيد. احنا اولاد الزمالك كده دايما لما يلعبوا بالنوادي الخارجيه لازم يسجلوا فيها. عمر السعيد 62 جول، طبعا خطا مشترك كامل بين محمد اسماعيل ومحمد صبحي، يتحملوا مسؤوليه الهدف. الاثنين يتحملوا آه، مسؤوليه الهدف. شوف نرجع بعد لك الدقائق، دقائق غريبه، المباراه غريبه جدا يعني. دقيقه 65 تمريره خطا من محمد صبحي، كانت ان تكلفنا هدف، كانت ان تكلفنا هدف، تكلفنا هدف. لكن بالدقيقه 72 السفاح ناصر منسي، سفاح على طريقه باتيستوتا، هدف على طريقه باتيستوتا. طبعا حصل عندنا تبديل مع الدقيقه، خروج احمد شريف ومحمد اسماعيل. طبعا محمد شريف كان مسجل، احمد شريف كان مسجل هدفين. خروج محمد اسماعيل، طبعا دخل نجم النجوم، وتحيه لكابتن معتمد جمال على التبديل ده. عبد الله السعيد ومحمد شحاته، طبعا عشان يمسك وسط الميدان. طبعا عارفين كلياتنا المهندس عبد الله السعيد. ادم كايد، ادم كايد لمسات فنيه قاتله، لما انا صاحب لمسات عاليه، بس لسه هيجي منه اكثر. لسه انا عاوزه ادم كايد. ان شاء الله بطلب من يعني ادم كايد، عدي اللداغ الفدائي، انه يظهروا بمستويات اعلى واعلى واعلى عشان يفرحوا الشعب الفلسطيني والزملكاويه مع بعض. إيه، برضه في الدقيقه 83 تمريره سحريه، سحريه. طبعا كان هدف ناصر منسي اللي قلت لك عن طريق باتيستوتا. تمريره سحريه من ادم كايد، ما اقدرش اقول الا سحريه، لمسه سحريه من ادم كايد. طبعا حبيبي، ما نخليش الفوز ينسينا، اما نسير في عندنا شويه اخطاء ما ننساهاش. في انذارين بلا سبب، بلا سبب، محمد ابراهيم ويوسف وائل. حصلنا على انذارين دقيقه، دقيقه ونص. الانذارين دول ما لهمش لازم، واحد اخر لي كوره والتاني دخل لي على لاعب بنص الملعب، يعني كوره مش خطر. تمام.
وليعد علينا بقى مين؟ الفدائي اللداغ. تمريرة عرضية ساحرة من لمسة، نص لمسة نقدر نقول، تصريحة بسيطة من السفاح ناصر منسي، ليعود اللداغ الفدائي اللداغ بالدقيقة 87 ليفض الاشتباك مع المنافس، وليكون الزمالك أقوى هجوم في الدوري. طبعا حصل عندنا كمان خروج آدم كايد، محمد إبراهيم، محمد حمد، نزل محمد حمد وأمير عبد العزيز. نيجي لأمير عبد العزيز، إن شاء الله إحنا على مشروع نجم واعد صاعد، صاروخ فرط صوتي ارتد من القائمة، غير محظوظ فيها يا أمير. هردك هردك جات كثير. صاروخ فرطي فرطي صاروخ فرط صوتي من أمير عبد العزيز. طبعا شوف من قوة المباراة حبيبي، بالدقيقة 91 انفراد كامل لناصر منسي، بس البنزين خلص عذر، انفراد كامل. الدقيقة 94 مدرسة الفن والهندسة كانت يعني بتعزف النهارده. دقيقة 94 انفراد كامل لعديد اللداغ. بأمانة أنا كنت أتمنى أكثر حاجة تستني إيه بالماتش يحصل، إنه كانت كورة أيمن أمير عبد العزيز تيجي هدف. عجبني الولد بشخصية لاعب، تعامل مع الكرة بشخصية لاعب، شخصية لاعب واعد. بإذن الله بإذن الله عندنا نجوم صاعدين صاعدين، نجم صاعد واعد بإذن الله. صاروخ فرصوتي. بالدقيقة 97 طبعا كلنا شفنا الهدف اللي اتلغى للسفاح ناصر منسي بعد صاروخ فرصوتي من اللداغ الفدائي اللداغ ودي. لكن بعد تقنية الفار، بالرجوع لتقنية الفار، الحكم احتسبه. دي الجزئيات البسيطة. كان في عندنا شوية أخطاء، لكن إن شاء الله كابتن معتمد يتداركها. وقلنا إدارة الزمالك لا كثر الله خيركم، يعني ما تفكروش إن إحنا بنتبسط بولادنا، لأنه إحنا فزنا برجالتنا، فزنا برجالة الزمالك، فزنا بالفكر. كابتن معتمد، عندنا نجوم، النجوم دي كانت فين يا مفتريين؟ النجوم دي كانت فين؟ كانت فين شوية مش عيال، شوية رجالة دول رجالة. كانوا فين؟ كانوا فين الشباب دي؟ كانت فين الشباب دي وعمالين نجيب صفقات وده يرفع علينا قضايا، صيطونا بالفيفا، الله يخرب بيتكم. فين؟ طلع العيال اللي عندك دي، طلع العيال العب فيهم. انت عندك كم بطولة؟ 4. يا عم احنا هناخد بطولة منهم، يا عم ربنا يكرمنا ناخد بطولتين، العب. تحية الكابتن معتمد، عشان ما نطولش على الناس اكثر من كده. تحية لنادي الزمالك، تحية لنادي الزمالك، تحية لولاد متعوبة، تحية لولاد متعوبة. هقول لكم حاجة، لولاد متعوبة، الزمالك طول عمره ما يوقع بيجي عليه شوية عفرة. طول عمرنا متعودين كده، بكت العفرة، بنفض العفرة كده الزمالك وبوم أقوى. وألف ألف ألف مليون مبروك لنادي الزمالك، ألف ألف مليون مبروك لكتيبة الرجالة، ألف ألف مليون مبروك للكابتن معتمد جمال. زملكاوي زملكاوي، هنا هوبا هنا هوبا، زمالك هنا هوبا. حبيبي يا نجم،